اوعاك في يوم تنسى على امك دي شايله من زمن همك، راعيها وافرضها نول. اوعاك تطوع الشيطان تسمع تزعلها وفيها تجرح، لا تكسب يوم ولا تفلح حق ال9 شهور. اسمع حكاية الابن العاق هيخدم ربه الخلاق، هيسيب امه ويبعد عنها، ده بدونها العيشة ولا تنطق، دي من معاش ابوه بتصرف ومن حبها في بتحلف. قريته شقيت عليه لكن فعله ده كان مؤسف، كبر وقال انا مسافر البلد دي مش عافر. قالت له يا ابني ما تسيبنيش، لكن مخه ده كان قافل. هتسيبني يا ابني محتارة، سنين ربايتي دي خسارة، هتسيبني في دنيا دوارة. سابها وركب الطيارة، الأم وحيدة بتعاني، تبعت جواب ورا التاني، بتبكي دم بدل دموع، ابنها جاحد وأناني، ده مهما تبعت ما يردش، رضاها عنده ما يهمش. شلته في بطني 9 شهور وضنايا ليا بيطنش، قلبي ضناها همه المال، وجات لها فكرة كده عالبال، تبعت جواب كان ليا خال لكنه مات وورثت المال. عوزت فلوس فمني اطلبها، بدك عينياتي وبيضها، قرا جوابها ورد اوام، قال محتاج منى غربة. راح قلبها المكسور قامت بعت فلوس على طول، وصلت فلوسها الابن فرح، فضلت تبعت له 9 شهور. فترة ما فيش فلوس وصلت، بعد ما فيش ردود رجعت، قلق عليها وعلى الفلوس، هرجع واخد فلوس تسند. رجع خبط على بيتهم، فتحوله ناس مش عارفهم، قال فين امي وانتوا مين؟ قالوا له بعيد ما تملكهم. فضل يسأل ويدور، فاكرها في قصر متصور، لكن الحقيقة بجد صدمة وهو ما كانش متصور. قالوا له امك تعيش انت، بعد بيتها عشانك انت، ده حتى لما كانت بتموت كان مناها تشوفك انت. اخر ايامها في الشارع تعبت صحتها في الضايع، بحبتها وفلوسها خلصت، بالصدمة في أرضه قام واقع، بالصدمة في أرضه قام واقع.